سلام، مرحبا بكم على قناتنا. نتمنى تكونوا كامل بخير. صحة فطوركم، صيامكم في الجنة. ربي يتقبل صيامنا وصيامكم إن شاء الله يا ربي. وصفات اللي حضرتها الفطور تاعنا اليوم، حضرت زوج وصفات سهلين. حضرت الكوكا باش ناكلوها مع الشوربة هكذا، باش نبدلو شوية على البوراك ولا البريك. وحضرت طبق الثاني ولا الوصفة الثانية، وصفة دجاج الكنتاكي. حضرناه بصدور الدجاج. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تجربوا هذه الوصفات. ما نطولش عليكم ونجوزوا لطريقة تحضير الكوكا ودجاج الكنتاكي. نبداو على بركة الله نحضروا الوصفات تاعنا. هنايا في المقله درت البصل دبلته بشويه زيت، من بعد زدت له طماطيش مرحيه، نزيد ندير له فلفل كحل العكري وشويه طماطيش مصبره. نحرك كامل هذيك المكونات ونخلي التشكشوكه تاعنا تاع الكوكا الطيب في غردها. هنايا راني نحضر في الشوربه، كنت شاركت معكم الوصفه تاعها. خلصت لي الشوربه، هنايا راني نحضر فيها. ونزيدوا سنين الثوم التشكشوكه تاع الكوكا تاعنا كما راكم تشوفون. نحركوا كامل هذوك المكونات ونخلوها تطيب في غردها. هنا نجوزوا نحضروا الدجاج الكنتاكي. قلت لكم هذه الوصفه بزاف بنينه، يحبوها الكبير والصغير. هنايا عندي صدر تاع الدجاج نقطعوا هكذا شرائح، من بعد نقطعوا بالطول كما راكم تشوفوا. من بعد نبدا نتبل فيه، نديرلو الكيري، الكركم، نديرلو العكري، نديرلو بصل مرحي، ثوم مرحي، تابل تاع الشاورما. درتلو لي زيرب فيجيتاريان، نزيدلو لا موطارد، نزيدلو بصل مرحي، ثوم مرحي والزنجبيل، ونديرلو الملح. من بعد نكسرلو 2 حبات بيض. كما قلت لكم الخلطه تاعنا نديروا لها 2 حبات بيض، نزيدوا لها بطاطا ياغورت طبيعي هكذا باش يعطينا نكهه لهذاك الدجاج. نخلط كامل هذوك المكونات باش النكهات يدخلوا الصدر تاع الدجاج. من بعد نزيد لها شويه حليب، ونزيد لها شويه فرينه هكذا باش الخلطه تاعنا ما تجيناش ثقيله وما تجيناش خفيفه. كما راكم تشوفوا هنايا نزيد لها الفرينه ونخلط كامل هذوك المكونات. نخلطوا مليح هذوك صدور الدجاج في الخلطه هكذا باش ياخذ لي كامل النكهات. من بعد نغطيه ونحطه في الفريجيدير. ودوك نجوزو نحضروا الكوكا تاعنا. هنايا نبدا نحل في العجينه المورقه ديالي، نديرها شويه فرينه من الفوق هكذا كي نحلها بالحلال ما يشدليش في العجينه. هاد العجينه كنت حضرتها في الدار. كما راكم تشوفون نحل العجينه ديالي مليح، نحلها هكذا يا رقيقه حتى السمك تاعها 1 سنتيمتر هكذاك. نحلها مليح كما راكم تشوفوا. بعد ما حلينا العجينه تاعنا وقسمناها على 2، هنايا في السنيوه ندير بابي كويسون ونحط العجينه ديالي من الفوق كما راكم تشوفوا، نسقمها مليح. من بعد ندير لها التشكشوكه تاعها كما راكم تشوفوا. هنا نمشي كامل التشكشوكه على العجينه ديالنا. كملت حطيت تشكشوكه تاعنا. من بعد نزيد شويه فرomاج غابي، هدايا اختياري، تحبوا تزيدوه ولا تحبوا ما ديروش، كل واحد على حسب الذوق تاعو. نحلو مليح العجينه ديالنا هكذا باش نحطوها من الفوق كما راكم تشوفوا. نحلوها مليح، نديرو السمك تاعها قس 1 سنتيمتر. من بعد نغطو التشكشوكه تاعنا ونسقمو مليح العجينه، نغلقو مليح الحروف تاعها. والعجينه الزايده نقطعوها هكذا بالموس كما راكم تشوفوا. من بعد نقطع الكوكا تاعنا هكذاك كاروات وندهنها بالبيض. البيض نديرولو شويه قهوه
نخلطوه مليح مع صفر البيض، وندهنوا الكوكا تاعنا، نديروا لها حبيبة زيتون ونرشوها من الفوق بالجنجلان. من بعد نحطوها في الكوشة باش طيب. نعسوها مليح باش ما تشدناش من التحت، كي طيب من فوق ومن التحت نحوها. وهنا راني نحضر في الجو كوكتيل. درت جو دورانج، رميت معاه البنان، التفاح ولي فراز، ميكسيهم مليح في البلاندور هكذا باش نتحصلوا على عصير متجانس. هاد الجو بزاف بنين بارد هكذا نشربوه على الفطور. هذا هو الجو تاعنا، يجي الشكل تاعو شباب ويشهي. الكوكا تاعنا راهي وجدت كما راكم تشوفوها، راني جبتها من الكوشه. الشكل تاعها يجي شباب ويجي شاهي، ومام المذاق تاعها بزاف بنين. ودوك نجوزو نحضروا صدور الدجاج تاعنا باش نقلوهم بعد ما ترنخ في لا ماريناد اللي حضرناها. نرمدوه في الفرينه نديروا شويه لي زيبيس اللي كنا حطيناهم في لا ماريناد. كي نرموه في الماء بارد، لازم يكون الماء بارد. تحبي تزيدي ديري له لي غلاصون باش يجيك بارد اكثر. هكذاك نرميو هذوك الصدور في الماء، من بعد نعاود نرجع نرمدهم في الفرينه كما راكم تشوفوا. نرمدهم بالوحده ونحط في الطبسي تاعهم. نقعد هكذا حتى نكمل كامل الكميه تاعنا. هنا نبدا نقلي الصدور تاع الدجاج. نديرو في المقله زيت معتبره، كميه معتبره. كي تسخن مليح الزيت باش نبداو نرميو الصدور تاعنا. قلت لكم هذه الوصفه بزاف بنينه، يجيك شغل كيما تاع برا الكريسبي اللي ناكلوه برا. الشكل تاعها بزاف شباب، وحتى المذاق يجي بزاف رائع، يجي بزاف بنين. تجي الدجاج طري من الداخل، ومن برا يجي يقرمش ويجي مذاق تاعو بزاف بنين. هادو هما الكوكا اللي حضرناها باش ناكلوها مع الشوربه هكذا، باش ننوعوا شويه من البوراك والبريك. والكريسبي تاعنا هذا هو راهو وجد. كنت حضرت معاه خبزه تاع فريت اومليت، وزيد حضرت سلطه مشويه، شويه الفلفل وطوماطيش، ودرت البصل زينتهم هكذا بالبيض مغلي وحبيبه زيتون، ودرت له زيت الزيتون. هذه هي المائده تاعنا، مائده بسيطه. وهذا جو اللي حضرناه، جو كوكتيل اللي حضرناه قلت لكم بزاف بنين ومنعش. هذه هي المائدة تاعنا. نتمنى الوصفات يكونوا عجبوكم، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات واحدة أخرى ووصفات واحدة أخرى. وصحة رمضانكم، وتصوموا إن شاء الله بصحة والهنا. أنا ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في وصفات واحدة أخرين. تهلاو في روحكم. سلام.